واخيرا هنشوف الفيلم اللي عامل جدل من قبل ما ينزل. رسميا العرض العالمي الأول لفيلم الست المنى زكي هيكون في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، واللي هيبدأ من يوم 28 نوفمبر، وبيشارك في بطولة الفيلم محمد فراج وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، من أهمهم أحمد حلمي وعمرو سعد ونيلي كريم. وطبعا الفيلم من نوعية السيرة الذاتية، وهيقدم قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وهنشوف أهم المحطات اللي كانت في حياتها. بالنسبة لي متحمس جدا للفيلم، على الرغم من اني ما بحبش النوعية دي من الافلام، بس الفضول مخليني عايز اعرف الفيلم ده هيتقدم ازاي، خصوصا انه من تأليف واخراج الثنائي الكبير احمد مراد ومروان حامد، وده من اهم اسباب حماسي للفيلم، مع كمان النجمة منى زكي اللي كلنا مستنيين نشوفها في الدور ده، اللي لو قدمته بشكل قوي هيكون الدور الاهم في مسيرتها. علشان كده هي قدام تحدي كبير جدا. الفيلم متوقع له انه هينزل في السينمات في شهر ديسمبر، والاهم من ده كله عايز اعرف منكم، هل انتم متحمسين للفيلم ولا لأ؟ مستني رأيكم تحت في الكومنتس، وسلام.